اجت واحده من الزوجات على شيخ من هذول اللي بيساووا حجب وصار ايش، تقول له يا شيخ جوزي مقردني. وكيف مقردنك؟ ما بيعجبه العجب ولا صيام رجب، مش عاجبه شيء بيه، مجنني، بدك تعمل لي حجاب. قال لها بسيطه، انا اللي بعمل، هاي لعبتنا، بدك تجيبي لي شعرتين من لحيه قرد. ما هذول شغلتهم النصابين. ابو لك قال جيب لي ذان تيس اهبل، يعني مثلا في كيس عاقل؟ كيف هذا تجيب ذان تيس اهبل؟ قال شعرتين من لحيه قرد ومطرق رمان. يا سيدي قال لها مش غير هذا الحل، هذا الحل الوحيد اللي بيصير جوزك يمشي على الصراط المستقيم. قالت له ماشي يا سيدي، وين بدي الاقي له قرود؟ قالوا لها بحدائق ملك البحرين على طريق المطار، في هناك حديقه حيوانات بتلاقي قرد. سحبت حالها وعلى الحديقه واخذت معها موز وشبس ومي، شو الاشياء اللي بيحبها القرد يعني، وقعدت جنبه هالقفص جبال القفص. مره زدت له موزه، مره بكيت شبس، مره بكيت عصير، على اساس يعني ها القرد واخذ عليها شوي، ها والف شوي، قرب عليها، نتشت شعره من لحيته خمشها، قالت بدي اتحمل بهمش، ضل بدها كمان شعره. ما قدرت، رجعت ثاني يوم وجنب القفص، لما جابت الشعره الثانيه اما روحت مهبره تهبير، بدها تخلص. اجت على الشيخ قالت له طلع كيف حالتي؟ هاي شعرتين من لحيه قرد وهاي مطرق الرمان. قال لها سكر الباب. سكت الباب. وين الجنب اللي بوجعك؟ يا سيدي قال لها بيومين روضت القرد وجبت منه شعرتين، صلت 20 سنه مش عارفه تروض القرد اللي عندك بالدار. اي والله انا صادق. بتجيك يا شيخ محمود بتقول لك شيخ جوزي ما بصلي، شو بدي اسوي؟ ما بصليش. ها ام علي بصليش؟ كيف قدرت تخليه يغير طقم الكنبيات؟ وليش غير البرادي قبل العيد؟ وليش خلتيه يدهن؟ كل شيء زي خاتم اصبعه عند الصلاه قال والله ماني قادر عليه ما بصليش. عشان هيك يا اخواني بمحكمه الاصلاح الاسري راح يكون عندنا مطارق رمان، راح يكون عندنا الذي بدها. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، اشكركم.